هل يرحل هوساوي والعبود للهلال بسبب الأزمة؟ من بينهم نجم الاتحاد رينارد يستبعد ثلاثي الأخضر بسبب الإصابة. تطور صفقة الاتحاد وزاها. ضمك يعلن تأجيل ودية نجران قبل صدام الاتحاد. يعمل مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة في الصيف القادم، والهلال لم يستطع تسجيل صفقات جديدة في صيف 2022 ويناير 2023 على خلفية قضية النجم الدولي محمد كنو. وكنو جدد مع الزعيم الهلالي بعد التوقيع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عقب دخوله الفترة الحرة من عقده. ووضعت الإدارة الهلالية اثنين من أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على رأس أولوياتها لضمهما إلى صفوفه، وهما الظهير الأيسر زكريا هوساوي والجناح الهجومي عبد الرحمن العبود. وحتى الآن ترفض الإدارة الاتحادية الاستغناء عن لاعبين اثنين وخاصة هوساوي باعتبارهما من أهم أعمدة الفريق في الوقت الحالي ومستقبلا. حسب صحيفة الرياضية يعاني نادي الاتحاد من أزمة مالية كبرى بسبب بعض القضايا الدولية الواجبة السداد، ووصلت ديون نادي الاتحاد في القضايا الدولية إلى 149 مليون ريال، منها 60 مليون واجبة السداد فورا من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية وتسجيل الصفقات الصيفية الجديدة. وبالإضافة لهذا المبلغ، العميد الاتحادي مطالب بسداد 100 مليون ريال سعودي لاستخراج الرخصة الآسيوية التي تمكنه من المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا الموسم القادم. ولذلك فإن الهلال قد يستغل هذه الأزمة من أجل التعاقد مع زكريا هوساوي وعبد الرحمن العبود، واللذين من الممكن أن يصل سعرهما إلى 60 مليون، ما يحل أزمة الكفاءة المالية. أيضا ارتبطت ثلاثة أسماء هلالية بإمكانية الانتقال إلى الاتحاد في صفقة تبادلية ضخمة، وهم الظهير محمد البريك وثنائي الهجومي عبد الله الحمدان وصالح الشهري. كشفت تقارير صحفية أخيرة تطورات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في ظل استعداداته لمواجهة نظيره البوليفي. وخسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره فنزويلا بهدفين مقابل هدف أول أمس الجمعة في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة ضمن أيام فيفا لشهر مارس 2023. وأكدت صحيفة الرياضية أن الفرنسي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدد الإعلان عن استبعاد ثلاثي الأخضر عبد الرحمن العبود وحسان تنبكتي ورياض شراحيلي. ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني مباراة ودية ثانية أمام بوليفيا في 10 مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة. أصبحت صفقة الجناح الإيفواري والفرد زاها نجم فريق الكرة بنادي كريستال بالاس الإنجليزي مهددة بعدم الانتقال إلى الدوري السعودي. وارتبط سمو والفرد زاها بمنافسة بين ناديي النصر والاتحاد من أجل الحصول على الجناح الإيفواري الذي ينتهي عقده مع كريستال بالاس تزامنا مع نهاية الموسم الرياضي الجاري. وذكرت صحيفة ذا سان أن والفرد زاها مرشح للانتقال إلى نادي توتنهام الإنجليزي في صفقة انتقال حر من كريستال بالاس بشرط واحد. وبات المدرب ماوريسيو بوكيتينو قريبا من العودة لقيادة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام في حال اتخاذ الإدارة قرار بإقالة المدرب أنطونيو كونتي. ويعد بوكيتينو هو الأوفر حظا لقيادة توتنهام خلال الفترة القادمة على أن يصبح الإيفواري والفرد زاها هو الصفقة المرشحة للانضمام إلى توتنهام، خاصة بعد إقالة المدير الفني لكريستال بالاس باتريك فييرا لسوء النتائج. أعلن نادي ضمك عن تأجيل المباراة التجريبية التي كانت مقررة للفريق الأول لكرة القدم أمام نجران لمدة 24 ساعة. وكشف نادي ضمك عن برنامج الفريق الكروي الأول الذي عاد للتدريبات الجماعية الجمعة في إطار الاستعداد لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي مع بداية شهر أبريل المقبل. وتقرر تأجيل مباراة ضمك ونجران الودية التي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل لتقام يوم الثلاثاء الموافق ل28 من مارس الجاري. ويستعد ضمك لملاقاة الاتحاد يوم الثلاثاء 4 من أبريل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي. ويحتل ضمك المركز السابع في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة من 21 مباراة، بينما يتزعم الاتحاد صدارة الدوري برصيد 50 نقطة قبل 9 جولات على نهاية الموسم.
يعمل مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة في الصيف القادم، والهلال لم يستطع تسجيل صفقات جديدة في صيف 2022 ويناير 2023 على خلفية قضية النجم الدولي محمد كنو. وكنو جدد مع الزعيم الهلالي بعد التوقيع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عقب دخوله الفترة الحرة من عقده. ووضعت الإدارة الهلالية اثنين من أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على رأس أولوياتها لضمهما إلى صفوفه، وهما الظهير الأيسر زكريا هساوي والجناح الهجومي عبد الرحمن العبود. وحتى الآن ترفض الإدارة الاتحادية الاستغناء عن لاعبين اثنين وخاصة هساوي باعتبارهما من أهم أعمدة الفريق في الوقت الحالي ومستقبلا. حسب صحيفة الرياضية يعاني نادي الاتحاد من أزمة مالية كبرى بسبب بعض القضايا الدولية الواجبة السداد، ووصلت ديون نادي الاتحاد في القضايا الدولية إلى 149 مليون ريال، منها 60 مليون واجبة السداد فورا من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية وتسجيل الصفقات الصيفية الجديدة. وبالإضافة لهذا المبلغ، العميد الاتحادي مطالب بسداد 100 مليون ريال سعودي لاستخراج الرخصة الآسيوية التي تمكنه من المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا الموسم القادم. ولذلك فإن الهلال قد يستغل هذه الأزمة من أجل التعاقد مع زكريا هساوي وعبد الرحمن العبود، واللذين من الممكن أن يصل سعرهما إلى 60 مليون، ما يحل أزمة الكفاءة المالية. أيضا ارتبطت ثلاثة أسماء هلالية بإمكانية الانتقال إلى الاتحاد في صفقة تبادلية ضخمة، وهم الظهير محمد البريك وثنائي الهجوم عبد الله الحمدان وصالح الشهري. كشفت تقارير صحفية أخيرة تطورات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في ظل استعداداته لمواجهة نظيره البوليفي. وخسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره فنزويلا بهدفين مقابل هدف أول أمس الجمعة في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة ضمن أيام فيفا لشهر مارس 2023. وأكدت صحيفة الرياضية أن الفرنسي فرينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدد الإعلان عن استبعاد ثلاثي الأخضر عبد الرحمن العبود وحسان تنبكتي ورياض شراحيلي. ومن المقرر أن يخوض منتخبنا الوطني مباراة ودية ثانية أمام بوليفيا في 10 مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة. أصبحت صفقة الجناح الإيفواري ويلفرد زاها نجم فريق الكرة بنادي كريستال بالاس الإنجليزي مهددة بعدم الانتقال إلى الدوري السعودي. وارتبط اسم ويلفرد زاها بمنافسة بين ناديي النصر والاتحاد من أجل الحصول على الجناح الإيفواري الذي ينتهي عقده مع كريستال بالاس تزامنا مع نهاية الموسم الرياضي الجاري. وذكرت صحيفة ذا سان أن ويلفرد زاها مرشح للانتقال إلى نادي توتنهام الإنجليزي في صفقة انتقال حر من كريستال بالاس بشرط واحد. وبات المدرب ماوريسيو بوكيتينو قريبا من العودة لقيادة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام في حال اتخاذ الإدارة قرار بإقالة المدرب أنطونيو كونتي. ويعد بوكيتينو هو الأوفر حظا لقيادة توتنهام خلال الفترة القادمة على أن يصبح الإيفواري ويلفرد زاها هو الصفقة المرشحة للانضمام إلى توتنهام، خاصة بعد إقالة المدير الفني لكريستال بالاس باتريك فييرا لسوء النتائج.